ده سبيل محمد علي باشا في شارع العقادين جنب الغورية اللي بناه في سنة 1820. صدق على روح ابنه طوسم باشا كان أحب أبناء محمد علي إليه، وهو والد عباس حلمي الأول وزوج السيدة بامبا قادم صاحبة سبيل أم عباس اللي بنته في شارع الصليبة. هو مات في سنة 1816 وسنه حوالي 22 سنة. في معلومات بتقول إن هو مات بالطاعون، وفي معلومة تانية بتقول إن هو مات متأثر بجراحه في الحروب الوهابية، لكن الأسرة أخفت الخبر ده. جه محمد علي علشان يخلد ذكراه ويعمل له صدقة جارية تنفعه بعد ما يموت، فعمل له السبيل ده زي ما هو عمل على روح ابنه إسماعيل اللي مات محروق في السودان. عمل له سبيل ومدرسة في النحاسين في الناحية التانية من شارع المعز. عمل بقى هنا السبيل علشان يقدم المية للناس اللي ماشية في الشارع بالمجان، ودايما ورا السبيل او فوقه كان بيبقى فيه كتاب. لكن هنا في عصر محمد علي الوضع اختلف ومكان الكتاب اصبح مدرسه، ولو بصينا على الكتابات اللي عليه هنلاقيها مكتوبه بالتركي العثماني مش بالعربي.